خيوط الجريمة، سلسلة حلقات بودكاست. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خيوط الجريمة. إلا كنتي هذه أول مرة غادي تشوفني، مرحبا بك وسط العائلة ديالنا. الحلقة ديال اليوم غادي تاخذنا لمدينة أكادير. القصة خلات الرعب يدخل قلوب الناس، خصوصا البنات، حيث الموضوع كيتعلق بقاتل متسلسل كان كيستهدف غير النساء وبطريقة صادمة. القصة ديالنا كتبدا في واحد النهار عادي بحال كاع النهارات. واحد الراجل خارج كيدور حتى كيلقى واحد البنت مقتولة ومدفونة في واحد المكان خالي من الناس. واخا كانت مدفونة ما كانتش مدفونة مزيان، كانت كتبان من تحت التراب، يديها ورجلها خارجين على برا. غادي يعلم الشرطة، غادي تحضر العين المكان، داروا المعاينة الأولية وتهزت الجثة لمستودع الأموات. تشخصات الجثة، تعرفات ديك البنت من البصمات ديالها شكون هي. غادي يخبروا دارهم، جاو لمستودع الأموات، شافوها عرفوها، قالوا لهم هذه بنتنا. سولوهم شنو كدير بنتهم، واش مزوجة واش خدامة. قالوا لهم بنتنا ما مزوجاش ولكن خدامة على راسها. وفي البحث مع الجيران ومع المحيط ديال ديك البنت غادي تبين للشرطة ان ديك البنت كانت كتخدم بائعة الهواء، كانت من بنات الليل. البوليس غادي ياخذوا الصورة ديال البنت والمعلومات ديالها، فين كتمشي مع من كتكون، وغادي يبداو في البحث. غادي يبدا البحث في مدينة أكادير وفي المحيط ديال البنت كما قلنا، وغادي ينتقلوا البوليس ملي خداو المعلومات مشاو للاماكن فين كتكون هاد البنت هادي. بداو من الديسكوتيكات والبيران والحفاري كما كنقولوا، بداو كيجمعوا المعلومات من دوك بنات الليل ودوك الزبناء اللي كيكونوا في دوك الاماكن. داروا حملات طياريه كبيره، واي وحده كيشدوها كيسولوها على ديك البنت وكيوريوها الصوره ديالها، حتى غادي يتلاقاو مع واحد البنت غادي يوريوها الصوره ديال ديك البنت. قالت لهم بان كتعرفها وكتعرف حتى صاحبها، وعطاتهم اسم ديال صاحب الضحيه وحتى النعت ديالو. قالت لهم باسمه الحسين وعنده مستاج كبير وراجل طويل وعامر كوستو. قالت انه ديما كيكون معها فين ما كتكون هي، كيكون هو ديما معها في البيران ولي بواط، ديما هو بحال ضله ديما كاين في جنبها. ولكن قبل ما تعرف الضحيه على هذا الحسين كانت كتكون بوحدها. نهار تعرفت عليه مبقاتش كتفارق معاه. سولوها البوليس شكون هذا الحسين، ولكن هي قالت ما كتعرفوش وما كتعرفش دارو، كتعرف غير الحسين الاسم ديالو صافي. البوليس غادي يوسعوا البحث وغادي يبداو من لي فيديو اللي كيكونوا في لي بواط والبيران، لي فيديو اللي كيكونوا قدام البيبان. واحد من هاد لي فيديو قال لهم انه كيعرف هذا الحسين، وقال انه خدام معلم ديال الزليج. سولوا على العنوان ديالو، عطاهم العنوان. تحولوا البوليس للعنوان ديال الحسين، مشاو لدارو غادي يلقاوه، جابوه فتحوا معاه بحث. قالوا ليه واش كتعرف هاد البنت هذا، قال لهم انه كيعرفها وكيمشي مع البيران وكيشرب معها ديما. وسولوه واش هي صاحبته، قال لهم لا، باللي ماشي صاحبته وبانها كتمشي معاه وكتمشي مع بزاف د الرجال من غيره وماشي غير معاه كتكون، وبانه هو تقريبا شي شهر ما شافهاش ونكر اي صله ليه بالجريمه. البوليس قالوا ليه غادي نمشيو معاك للدار، قال لهم مرحبا نديكم للدار. البوليس انتقلوا معاه للدار وكانت معاهم فرقه ديال التشخيص القضائي. دخلوا للدار وفي المعاينه ديال المكان كيلقاو الاثار ديال الدم والاثار ديال الشعر، وتبين ان في ديك الدار كان الاثار ديال العنف. هنا البوليس واجهوه بالمعطيات وهو ينهار واعترف لهم، والاعتراف ديالو قال ان ديك البنت كان كيبغيها وكان باغي يتزوج بها وكان تفاهم معها باش تولي مراتو وكانت موافقه، ولكن هي بقات كتخرج من موراه. فين كيمشي هو للخدمه كتخرج هي كتمشي للبيران، وهو ديما كيرجع كيبقى يقلب عليها ويجيبها للدار وكينصحها ويغوت عليها، ولكن هي ديما داكشي اللي في راسها كديرو. واخا كان كيعطيها الفلوس ويتهلا فيها، ديما هي كانت كتخرج من موراه وكتمشي مع واحدين اخرين، يعني ما بغاتش دير عقلها وبقات متبعه ديك الطريق ديال البليه. وقال الليله ديال الجريمه كانت خارجه
بوحدة ومشى قلب عليها حتى لقاها في واحد البار جابها للدار لعندو. ملي وصلوا بدا كيخاصم معاها كيف القاعده كيخاصم عليها واش ما بغيتيش دير عقلك واش ما بغيتيش هادي. قال لك هذاك النقاش غادي يتطور بيناتهم حتى غادي يولي عنف، غادي تولي واحد المخاصمه بيناتهم. قال بانه صدق ضربها ببونيه وهي طيح ليه، طاحت فوق الطابله، الضربه جاتها في راسها وماتت. وبالفعل الجثه كانت تبين في التشريح بانها ماتت بسبب ضربه في الراس. وقال ملي ماتت انا خفت ما عرفتش ما ندير، خليت الجثه حتى 4 ديال الصباح وديتها رميتها في ديك البلاصه فين لقيتوها، ورجعت للدار وفكرت شي حد غادي يدوز غادي يلقى الجثه تما. قال وهزيت واحد الباله ورجعت عند الجثه باش ندفنها، ولكني ما دفنتهاش لحقاش كنت خايف شي حد يشوفني. رميت عليها شويه ديال الرمله باش ما يشوفني حتى شي واحد، لحقاش كان النهار بدا كيطلع، وغادي يخليها تما وغادي يرجع للدار حتى غادي يلقاوها. غادي يتقدم الحسين بهذا المعطيات للمحكمه، وفي المحاكمه ديالو غادي يوقفوا مع خوتو اللي كانوا من عائله لاباس عليهم وداروا ليه 2 محامين ودافعوا عليه مزيان في المحكمه، وقالوا انه ما كانش ناوي يقتلها وبانه كان كيبغيها وكان بغى يتزوج بها والنيه ديالو كانت حسنه. المهم والحكم كان من الصالح ديالو وتحكم ب10 سنوات ديال السجن. غادي يمشي للحبس وغادي يستافد من ديك الحرفه ديال الزليج في الحبس، لحقاش كان معلم ديال الزليج البلدي، وهذا الشيء خلاه يبقى خدام في السجن. وكان كيخدم في السجن، لكن شي ديكور كاين شي هذا كيخدم في السجن، لحقاش في السجن اي واحد كتكون عنده شي حرفه كيخدم، كيمشي للتكوين، كيمشي. هذا الشيء اللي دار هذا المسجون هذا كانت عنده ديك الحرفه كان خدام بها، زيد عليها كانت عنده السيره حسنه مع الموظفين ومع السجناء، ما عنده حتى شي مشكل. هذا الشيء غادي يخليه يستافد من العفو الملكي، وخرج قبل ما يكمل العقوبه ديالو. دوز من ديك 10 سنوات 8 سنوات ديال السجن وخرج. ملي خرج من الحبس خوتو غادي يجيو عنده جلسوا معاه، قالوا ليه الحسين الله يرضي عليك ديك الطريقه ديال المنات والشراب ها انت شفتي فين وصلاتك، ضيعتي 8 سنين من حياتك على والو في الحبس. دابا انت عندك حرفه ديالك، احنا غادي نعطيوك راس المال باش تخدم، ولكن خاصك تتزوج وتبعد على طريق الحرام. بالفعل غادي يخطبوا ليه واحد البنت من العائله ديالهم وتزوج بها. الحسين ولا مقابل غير الخدمه ديالو غادي يولي بخير في حياته، ولكن كان كيشرب مره وكيشرب مخبي على مراته. ملي كيبغي يشرب كيمشي لشي بار ولا شي بواط كيشرب خزنه ومراته ما كتسخش ليه الخبار. ديك البليه ما بغاش يقطعها ولا يبعد منها ديال البيران ولا بوار، ولكن نقص منها مبقاش كيما كان من قبل. المهم مع الوقت المراه ديالو غادي تحمل وغادي تقترح عليه تمشي تولد في دار والدها، حتى هو ما كانش عنده مانع. قال لها ماشي مشكل، قال لها سيري عند والديك وولدي وبقي عندهم حتى تولدي وتصحي وتولي بخير، وهما غادي يقابلوك الولاده ديالك الاولى، انا ما غاديش نعرف نقابلك هنايا. اتفقوا على هذا الامر هذا. وصل الزوجه ديالو عند والديها، كانت في واحد العربيه ديال اكادير، هو غادي يرجع للخدمه ديالو، كان شاد واحد الفيلا في المدينه ديال طنطان، غادي يرجع يكمل المهام ديالو الخدمه ديالو. ولكن واحد النهار في المدينه ديال اكادير غادي تلقى واحد الجثه ديال واحد البنت مجموعه في واحد الطلميطه مكركبه بحال شي كره، ومجموعه ومحزوم عليها بواحد القنب ومليوحه في الخلا. غادي يلقاها شي حد وغادي يعيط للبوليس. البوليس غادي يحضروا لعين المكان، غادي يديروا المعاينه ديال الامكنه، غادي يهزوا الجثه، ومن تشخيص ديال الجثه ديال البصمات ديالها غادي يعرفوها البوليس شكون هي. وكانت حتى هي من دوك البنات ديال بائعات الهوا اللي كانوا كيكونوا في البيران. غادي يتفتح عاوتاني بحث، غادي يبداو يقلبوا على القتال، ولكن ما غاديش يعرفوا شكون اللي قتلها. غادي يدوز تقريبا 10 ايام على هاد الحادث هادي، غادي يلقاو جثه اخرى ديال بنت اخرى مقتوله
ومقطعة على 3 أطراف، مقطعة 3 طروفة ومليوحة في الخلا، وكل طرف مليوح بعيد على الطرف الآخر بمسافة. الناس ديال البوليس والتشخيص القضائي جمعوا دوك الأطراف، خداوهم لمستودع الأموات، وفي المعاينة ديال الجثة غادي يلقاو واحد الرابط بين هاد الجوج بنات، بين هاد الجوج الجثات. والرابط هو كان أن الجثات بجوج لاصق فيهم واحد الشعر إما ديال الكلاب إما ديال المشاش. هاد الشعر هذا كان باين ديال شي حيوان، وكان فيهم بجوج، وحتى شعرهم كان فيه داك الزغب، وكان في ديك التلميطه فاش تلقات الجثه الاولى. يعني هاد البنات هادو تقتلوا في شي بلاصه كيعيشوا فيها اما القطوط اما الكلاب. البوليس غادي ياخذوا هاد القضيه بعين ليها شي غوار، وغادي يحطوها جد، غادي يسجلوها في المحضر ويخليوها. مع العلم هاد البنت الاخرى هادي ما تعرفاتش هي في الوساطه ديال البغاء، ما تعرفاتش في دوك البنات ديال البيران وبائعات الهواء، وحتى دارهم قالوا بنتنا ماشي ديال هادشي. وحتى صحاب البيران ودوك الناس اللي سولوا تما قالوا عمرنا شفنا هاد البنت هادي منين شافوا تصويرتها. بقى البحث مستمر حتى البوليس توصل لواحد البنت كتقول بانها صاحبة الضحيه الاخرى. جابوها البوليس، فتحوا معها تحقيق، وقالت ان اخر نهار غادي تشوف فيها صاحبتها هو داك النهار فاش غادي تموت. وقالت انها هي كانت هي والضحيه كانوا خارجين يدبروا على روسهم، يعني كيفسدوا. وقالت داك النهار اللي غادي تخبر فيه صاحبتها كانوا خارجين كما قلنا يدبروا على روسهم، وكانوا واقفين في شي بلاصه حتى جا عندهم واحد الشخص بموتور كبير. وقالت ان النوع ديال الموتور كان تايماكس من الموديل الجديد، وكتقول انهم كانوا دايرين طريطوار، حتى كتقول لها صاحبتها انا غاديه مع الحسين. البوليس سولوها واش كتعرفي هذا الحسين هذا؟ قالت لهم باللي ما كتعرفوش، وباللي واحد الشخص كان طويل وعامر وعنده مستاج. البوليس غادي يفتحوا البحث مع الناس اللي كيبيعوا هاد المواطر الكبار من نوع تايماكس، وكانوا محلات في أكادير ما كثيرش بزاف، تقدر تكون شي 10 د المحلات هكا. كياخذوا الاسماء ديال الزبناء ديال دوك المحلات اللي شراو داك النوع ديال الموطور وداك الموديل، وغادي يركزوا على الاسماء ديال الحسين. غادي يشوفوا كاع الحسينات اللي شراو الموطور تما، وغادي يديروا التنقيط ديالهم، غيشوفوا ياك ما عندهم شي اوشاشي شي صوابق. من بين هاد الاسماء غادي يطلع لهم واحد اسم عنده صوابق في القتل، والضحيه كانت من بائعات الهواء. البوليس خداو قرار يمشيو عنده يسولوه. فاش مشيو عنده للدار ما غاديش يلقاوه، سولوا الجيران ديالو قالوا لهم بانه خدام في طنطا، والزوجه ديالو عند اهلها مشات تولد تما. البوليس تحولوا للمدينه ديال طنطا، قلبوا عليه، بقاو كيقلبوا تلقاو خدام، لقاو عنده موتور تايماكس. قالوا لي غادي تمشي معنا لأكادير، قال لهم مرحبا. ملي جابوه لأكادير وفتحوا معاه البحث تبين انه ما عندوش اصلا داك الموستاج اللي كان ذكرات السيده في الافاده ديالها، يعني الموستاج حيدو. البوليس قالوا ليه بانه لقاو واحد البنت مقتوله وصاحبتها كتقول انها كانت معاه، ولكن هو نكر وقال انها ما خرجتش معاه وما شافهاش، وبانه هو من النهار خرج من الحبس ما بقى كيمشي مع دريات، ما بقى كيشرب الشراب، ومراته حامله هو خدام عليها، هو اللي هاز وليداتو وخدام على وليداتو ودار عقلو. ولكن البوليس ما اقتنعش بهاد الهضره هادي، وجاو ديك البنت الشاهده صاحبة الضحيه وحطوا الحسين بين 5 الناس اخرين، وقالوا لديك البنت شكون فيهم، وهي تقول لهم هذاك، وتعرفات على الحسين وقالت انه كان عنده الموستاج وحيدو. خرجوها، شافت الموتور قالت لهم هذا هو الموتور. هنا رجال الامن قالوا ليه غادي نمشيو معاك للدار. بالفعل مشاو معاه للدار. ملي وصلوا للدار فتحوا الباب، غادي يلقاو مجموعه ديال المشاش في الدار، كانوا بزاف ديال المشاش، وغير شافوا الحسين جاو عنده كيجريو، عرفوه لحقاش هو اللي مربيهم. البوليس في المعاينه ديالهم للمكان غادي يلقاو واحد الشاقور ومعاه واحد الجنويه كبيره وفيها الدم، وغادي يلقاو واحد القنب معلقه تما ديال النيلو من نفس النوع ديال القنب اللي كانوا لقاو الجثه اللي مجموعه في الترميطه كانت محزومه بها.
وغادي يلقاو هاد القناب اللي لقاو في الدار لقاو مقطع منه واحد الطرف. من بعد المعاينه ديال الناس ديال التشخيص القضائي غادي ياخذوا داكشي اللي كانوا لقاوه تمايا وغادي ياخذوا معاهم الحسين وغادي يمشيو. وفي التشخيص ديال الشعر ديال داك القطوطه اللي كانوا خداوه حتى هو منهم غادي يطلع نفس الشعر اللي كان في الجثث. البوليس غادي يواجهوا الحسين وغادي يقولوا ليه علاش درتي هادشي الحسين. ملي شاف راسو وحل غادي يعترف وغادي يقول للبوليس ان دوك البنات ما خصهمش يبقاو عايشين، البنات اللي رباعيات الهوا يستحقوا الموت. قالوا ليه علاش؟ قال لهم انه ما كيحملهمش. وسولوه كيفاش كيقتلهم، قال انه كيشرب معاهم وكيغفلهم وكيجيهم من اللور وكيضربهم بداك الشاقور كيقتلهم. وقال انهم كلهم قتلهم بنفس الطريقه، وحتى الضحيه الاولى اللي كانت شد على ودها وكان مشى للحبس. وكان في التحقيق كان قال بانه كان ضربها ببونيه والضربه كانت ضربه خطا، وداك الشيء باش كان استافد من ظروف التخفيف تحكم غير ب10 سنين ديال السجن. وهو راه كان قاتل قتل العمد ولكن يتحايل على القانون وقال بانه كان قتل عمد، وقال انه كلهم قتلهم بنفس الطريقه باللي كيجي من موراهم وكيغفلهم وكيضربهم بالشاقور. والضحيه الثالثه حتى هي قتلها بنفس الطريقه والثانيه حتى هي بنفس الطريقه. وكيقول الضحيه الثانيه فاش كان جمعها في التلميط وكان حطها فوق الموتور ولكن ملي كان رفساجو ما قدرش يهزها وهي مجموعه هكاك. داكشي علاش الضحيه الثالثه كان قطعها باش يلوحها على مراحل، كل طرف لاحو بوحدو بقى كيلوح طرف بطرف. فاش سولوه البوليس علاش هاد الحقد على بنات الليل، واش عمر شي وحده دارت لك شي حاجه، قال لهم بانه غير ما كيحملهمش وصافي وكيقتلهم هكاك بلا سبب. بهاد المعطيات تحرر ليه محضر وتقدم للمحكمه وكان الحكم ديالو هو الاعدام. وكما كنعرفوا الحكم ديال الاعدام عندنا في المغرب ما كيتنفذش، يعني غادي يمشي يبقى في الحبس تيموت ولا تيستافد من العفو، يولي عنده المؤبد، من المؤبد يولي عنده المحدد ويقدر كاع يخرج. شحال من واحد كان عنده الاعدام وخرج من كيبغي الله. ولكن الحسين ربي غادي ينفذ فيه الحكم الاعدام من بعد ما دوز 9 سنوات ديال الحبس مات في الحبس. القصه ديالنا حتى لهنا غادي تكون سالات، ولكن هذه القصه ماشي غير جريمه وخلاص. هذه القصه فيها الم كبير وحسره على ارواح اللي ضاعت بلا ذنب. بصح دوك البنات كانوا في طريق الغلط، كانوا في طريق صعيبه وكلها ظلام، ولكن حتى شي واحد ما كيستاهل يقتل الاخر على طريق اللي فيها ولا على شنو كيدير. كل واحد حر في حياته، ولكن حتى وحده ما تستاهل تموت بديك الطريقه البشعه. والنصيحه ديالي لاي بنت كتفكر في هاد الطريق، هاد الطريق راه طريق كحله، طريق كلها ظلام، عامره بمخاطر وعامره بالاستغلال وبالناس ما عندهم لا ضمير لا رحمه. وهذا الشيء هذا كيعلمنا واحد الدرس مهم: اي قرار تقدري تاخذيه في حياتك راه يقدر يبدل المسار ديالك للابد. اي وحده تحافظ على راسها وعلى كرامتها وتبعد على اي طريق فيها الشك ولا فيها الخطر. الدنيا ما تستاهلش ونضحي بحياتي على قبل الفلوس او قبل شي حاجه اخرى. ورسالتي للمجتمع خاصة ما نحكموش حنا على اي وحده كما بغاتو تكون، ولكن نحاولوا نفهموها نعاونوها، لحقاش بزاف ديال القصص وراها ظروف صعيبه راه ما جاتش وتلاحت لذوك الظروف. وفي الاخير الله يحفظنا كاملين من هذه النهايات المؤلمه. ما تنساوش تشجعونا بزر الاعجاب الى عجبكم المحتوى. من طبيعه الحال نتوكلوا على بركه الله. القصه ديالنا غادي تاخذنا لواحد المنطقه جبليه بعيده نواحي مدينه خنيفره، في واحد الدوار وسط الجبال. في هاد الدوار هذا كاين واحد الدار معزوله بوحدها، ما ساكن حتى شي جار حداها وما كيدوز من حداها حتى شي حد بالصدفه، غير الناس اللي عارفينها وهما اللي كيوصلوا لها. وفي هاد الدار هادي كان عايش واحد الفقيه معروف ومشهور، والشهره ديالو واصله لبعيد. كانوا كيجيو عنده الناس من كل بلاصه في المغرب، وكانوا كيجيو حتى من خارج المغرب، كل واحد فيهم علاش جاي. كاين اللي جاي على قبل الفلوس، كاين اللي جاي عنده مشاكل في الخدمه،
اللي جاي على قبل الزواج كلهم جايين كيطالبوا الحل من عند الفقيه، ولكن ماشي اي وقت كيدخلوا عنده. الفقيه كان كيستقبلهم، ولكن اللي كيقول لهم سيروا حتى تهرجوا عندي بالليل. كان كيستقبل الناس غير بالليل. رجعوا عندي ملي يطيح الليل. من هنا كتبدا الطقوس غريبه، طقوس لاي واحد حضر لها عمرو ينساها. والضو كيطفى، الشمع كيشعل، الريحه ديال البخور كتعمر البلاصه. داك الهدوء كيتحول لشي حاجه اخرى، شي حاجه كتخلي حتى القلوب القاصحه خايفه وكتبدا ترجف من قوه الخوف. القصه ديال اليوم فيها بعض الدروس اللي غادي نستافدوا منها كاملين. الحلقه ديالنا غادي نطرقوا فيها للشعوذه والسحور. الشعوذه والسحور هي ظاهره عالميه، ماشي غير في المغرب كاين السحور والشعوذه. السحور والشعوذه كاين في العالم كله. الشوافات والسحاره ما خاطين حتى بلاد. المهم القصه ديال واحد الفقيه، واحد المشعوذ كان مشهور كما قلنا نواحي ديال الخنيبره. هذا الفقيه هذا كانوا الناس كيجيو عنده من جميع مناطق المغرب، وكانوا كيجيو حتى من خارج المغرب. على حسب الاقوال ديال الناس كانوا كيقولوا ان هذا الفقيه هذا كانت كتهضر معاه جنيه، وكل واحد وشنو كان كيقول. كاين اللي كيقول كتهضر معاه عيشه قنديشه، وكاين اللي كيقول كتهضر معاه ميره. هذه الهضره ديال الناس والزبناء ديالو قالوا الفقيه عنده جنيه كتهضر معاه. والمهم هذا الفقيه هذا كانوا كيجيو عنده الناس كيما قلنا كيخدم لهم الشعوذه، القبور، السحور، كل واحد وعلاش كيجي. والاوقات فاش كيستقبلهم كما قلنا غير في الليل. واخا يجي عنده الكليان بالنهار كيستقبلو ويرحب به، ولكن ملي كيقول ليه سير حتى الليل ورجع عندي باش نخدم ليك. باللي كيرجعوا عنده الناس بالليل كيدخلهم للدار باش يخدم لهم. كيطفي الضوء وكيخلي غير الشمع ويشعل البخور، ويبدا يبخر في الدار والبلاصه فين جالسين الناس، وكيسول الناس علاش جيتو، وشنو المطلوب مني، وشنو المطلوب من الجواد. الناس كل واحد شنو كيقول ليه. اللي جاي عنده مشاكل في البيع والشراء، واللي عنده المشاكل مع الاهل ديالو، واللي عنده المشاكل في الزواج، واللي عنده مشاكل مع راجلها. المهم كل واحد وشنو كيطلب من عنده. وهاد الناس ماشي كلهم كيكون جامعهم وكيخدم لهم في مره، لا، كل نهار كيخدم مع كليان، كيعطي مواعيد كل واحد بوحدو. باش كيجي عنده شي واحد في مواعيد كما قلنا كيبدا بالطقوس ديالو والبخور وداك الظلام وداك الشمع، كيبدا يبخر معاه واحد البير كاين وسط الدار. يدير داك المجمر ديال البخور في واحد الكورده وكيبقى يهبطها في البير ويطلعها ويبقى يبخر معاه في البير، وكيبقى يغوت. ولات المكان الناس جاو عندك وجابوا لك بخورك، وغادي يجيبوا لك ذبيحتك، ويجيبوا لك هادي ويجيبوا لك هادي. المهم كيبقى يدير في دوك الطقوس ديالو بحال الا كيحضر الجن، وكيختم ويقول لها واش عرفتي هما مولات المكان. حتى كيجيه الصوت من البير وكيقول ليه عرفتهم. الناس اللي كيكونوا حاضرين معاه كيتخلعوا، وكيزيد سول الفقيه الجنيه كيقول لها وشكون هما هاد الناس اللي جاو عندك. كتقول ليه جاو من بعيد. كيقول لها علاش جاو، كتقول ليه جاو على كذا وكذا. اللي جا على قبل الزواج تقول له جا على قبل الزواج، اللي جا على قبل الفلوس تقول له جا على قبل الفلوس. الناس ملي كيسمعوها هكا وهي عارفه كلشي عليهم كيتخلعوا. الفقيه كيسولها اش خاصك مولات المكان من هاد الناس. كتقول لي يجيبوا لي ذبيحه كبيره شكون كحله شريها انت وذبحها بيديك، بغيت نشرب دمها شكون كحله وكبيره. وكتبدا تقول غادي نفك لهم مشاكلهم، غادي نطلق عليهم سراحهم. الفقيه باش يحيز الشك بالناس كيخليهم يطلعوا على البير ويشعل لهم الضوء ويقول لهم ها نتوما شوفوا البير فيه غير الماء. وبالفعل اي واحد كيطل في البير كيشوف غير الماء، ماشي حتى شي حد. المهم كيقنعهم بان غادي يحيد لهم العكس ويحيد لهم التابع، وكان كيطلب منهم فلوس صحيحه وكانوا متيقينه، ودار لاباس وجمع فلوس صحيحه هذا المشعوذ بسبب الجهل ديال الناس. المهم الفقيه ديالنا ولا مشهور بانه عنده جنيه وكتخدم معاه.
وعنده الخدمة مغيزة، أي واحد كيمشي عنده كيقضي ليه الغرض. واحد النهار غادي يجي عنده واحد العائلة من فرنسا، هما مغاربة عايشين في فرنسا، وهاد العائلة كانت لاباس عليهم. جاو عند الفقيه الأب والزوجة ديالو وبنتهم وولدهم. فاش جاو رحب بهم الفقيه، دخلهم تعرف عليهم، سولهم على جاو. قال ليه الأب بأنه كان خدام في واحد المعمل في فرنسا، كان هو المدير ديالو ومازال خدام فيه، ولكني ولاو عنده المشاكل بزاف مع النصارى موالين اللوزين ومبقاوش حاملينه، وكيقول بأنه خدامين مع الأفارقة والعرب في داك اللوزين، ماشي بعيد يكون هما اللي سحروا ليه باش ما يبقاش عنده مع موالين اللوزين وما يبقاوش يحملوه. وزاد قال أن بنته بعمرها 40 سنة ومازال بلا زواج، واخا هي زوينة وماشي بعيد يكونوا متقفين على الزواج. وقال حتى ولدو كان خدام بخير وعلى خير، ولكن ما بقاش كيحمل يمشي للخدمة. وقال هادشي اللي وقع ليه ما يكون غير من فعل فاعل، شي حد سحر ليه. وقال بلي هادشي هذا عاودو لشي ناس من عائلته وهما اللي وجهوا عند الفقيه، قالوا لي راه كاين واحد الفقيه مزيان غيفك لك المشاكل. الفقيه كيف القاعده قال لهم مرحبا، غادي ترجعوا عندي وسط السيمانه وغادي تجيوني بالليل. دار معهم واحد الوقيته بالليل، دار معهم النهار، وقال لهم ولكن غادي تجيبوا الذبيحه، غادي تجيبوا جدي كحل. وراه الجديان كاينين هنا كيتباعوا عندنا في المنطقه، انا غادي نشريه من هنا من البلاد، راه كاينين موجودين. قال له غادي خصنا البخور، البخور باش كنخدم راه غالي وكنجيبو من الصحراء. قال له غادي تعطيني فلوس باش نشريه، وراه كاين اللي غيجيبو لنا كاع من الصحراء. قال لي طلب ليه الفلوس باش يشري هادشي هذا. وقال لي بانه ما كيخدمش هاد الطقوس ديما، لحقاش هاد الطقوس صعيبه على صحته وعلى الناس، على الجواد اللي كيخدموا معاه. قال له بلي هادشي هذا كيضر في الصحه ديالو. المهم السيد عطاه فلوس مشى بحالو. وصل النهار اللي دار معاه رجع هو والعائله ديالو لعندنا، رحب بهم دخلهم لدارو تعشاو، بقاو جالسين حتى وصلت الوقيته ديال الطقوس. من بعد خرج داك البخور وراه ليهم، قال لهم ها هو البخور اللي جبتو من الصحراء كما قلت لكم. بدا معاهم في الطقوس ديالو كيف القاعده، فتح البير، شعل البخور، طفى الضو، شعل الشمع، وملي كان كيبخر في البير كيقول للراجل اجي طلع على البير السيد، اسيدي اجي. السيد كيطل كيسولو الفقيه شنو شفتي تما؟ كيقول له غير الماء سيدي. كيشعل الضو، كيهبط له ديك لامبلا يشوف لتحت، كيقول له شوف مزيان واش كاينه شي حاجه تما في البير. داك السيد اللي من فرنسا كيقول له كاين غير الماء سيدي ما كاين والو. الفقيه كيقول له طلب التسليم، كيقول له داك السيد حنا مسلمين اسيدي، طالبين تسليم ومسلمين. الفقيه جاب داك الجدي الكحل ذبحو، وهو يقطر داك الماء ديالو على العتبه ديال البير، خلاه كيقطر داك الدم على العتبه كانه قربان سميتو للجواد. من بعد غادي يبدا يعيط على الجواد، ومولات البير ولالات الجواد حنا طالبين التسليم، وراه جاو عندك هاد الناس جابوا لك البخور، جابوا لك ذبيحتك وبغاو يعرفوا اشنو بيهم. مولات البير جاوباتهم مرحبا بهم، ومرحبا بالسيد ريس وعيشة، ومرحبا ببنتهم سناء وولدهم انوار. قالت لهم سمياتهم بالاسماء ديالهم، تقلعوا من اللي سمعوا سمياتهم من وسط البير، والبير خاوي شافوه بعينيهم. بقى يسول مولات البير وقال لها با ما بقى عنده زهر. قالت ليه ما بقى عنده زهر وما غاديش يبقى عنده، ومن بعد شي ايامات غادي يقتلوه النصارى. قال لها ما بغيناك تحلي لنا هاد المشكله مولات المكان، ولا لا حلي لنا هاد المشكل. قالت لي يجيبوا لي البخور ويجيبوا لي الذبيحه كبيره نشرب دمها نهار السعود، تكون القمره مازال ما كملاتش. الفقيه قال لهم سمعتوا الجواد اش قالوا؟ قالوا سمعنا سيدي سمعنا. الفقيه حط المجمر ديال البخور من يديه وسد ذاك البير وجلس معاهم، وقال لهم انه خاصو يمشي للصحراء يجيب لهم البخور، ويشوف واحد صاحبه يجيب ليه الكماله ديال البخور
ما كايناش في المغرب، خاصو يجيبها ليه من الحج. دوك الناس عطاو الفلوس، عطاو تقريبا ما يزيد على 2 المليون، وقالوا ليه غير يخدم ليهم. بالفعل داكشي اللي كان. نهار 9 في الشهر اللي دار معاهم رجعوا لعندو، جبد ليهم شي بخور وقال لهم انه جابوا من الحج، بخرهم بداك البخور، بخرهم كاملين، بخر الراجل والمراه والبنت والابن، وقال لهم صافي الغرض ديالكم تقضى ان شاء الله. دوك الناس مشاو رجعوا لفرنسا، كملوا حياتهم عادي حتى جا الصيف. جات العطله وهما يرجعوا عند الفقيه، رحب بهم، سولهم انظر كي دايره الامور، واش تقضى الغرض؟ قالوا لي الامور تحسنات الحمد لله، الراجل ولا بخير في الخدمه ديالو، ورجعوا الناس ديال الخدمه كيحترموه، والابن ديالو ولا مزيان ولا خدام، ولكن البنت مازال بلا جواز. قال لهم انا غادي ندير لها ليله نديرها بوحدها مع الجوال ومن عندي. قال لهم الفقيه انا نوجد الخور من عندي والذبيحه من عندي، ما تخلصوا حتى ريال. قال لهم سيروا من هنا لواحد 3 ايام ورجعوا بين ما نوجد الخور والذبيحه. بالفعل مشاو 3 ايام، رجعوا لعندو للدار، دار لهم نفس الطقوس والبخور الذبيحه ديال العتروس، عيط على مولة البير، سول علاش البنت مازال بلا جواز. قالت لهم بان ديك البنت عمرها غادي تزوج وعمرها تشوف الراجل، وقالت لهم بان البنت سكنات وساكنها جن، ما واقف ليها في سعده، عمرها تزوج وعمرها يخليها تزوج لا ما تعدى براسها. وقالت ليه ولكن الا بغيتي دير فيها الخير تزوجها انت وغادي تحيد لها الثقافه، غادي تفسخ لها داكشي. الفقيه قال لهم سمعتوها؟ والاب قال سمعنا. قال لهم الفقيه انا مجوج، ولكني الا كان الزواج مني يفسخ لها الثقافه نتزوج بها في سبيل الله ماشي مشكل. الاب ما كانش عنده مشكل في هذا الزواج هذا، وقنع بنته والام ديالها بهذا الزواج هذا، اتفقوا. والاب داز للفقيه من واحد الطريق اخر، شاف في الفقيه مشروع وعرض عليه يمشي معاهم لفرنسا ويخدم نفس الخدمه تما، وسول الفقيه وقال ليه الا مشيتي معنا لفرنسا واش تقدر تخدم هاد الخدمه تما؟ الفقيه قال ليه فيما مشيت نخدم هاد الخدمه هادي، واخا تحطني في اي بلاصه في العالم، خاصني غير شي بلاصه يكون فيها بير ديك الساعه نخدم. الاب قال ليه الا بغيتي تمشي تخدم هاد الخدمه تما في فرنسا غادي دير لاباس، وانا نجيب لك الكليان وغير الناس اللي لاباس عليهم. وقال ليه عنده فين غادي يحفر ليه البير، شي فيلاج تمايا في فرنسا، كاينه بلاصه اللي غيدير له فيها البير وكاينه بلاصه اللي غيعطيه يسكن فيها. الاب بان ليه مشروع مع الجنون. المهم اتفق الفقيه وخدا الموافقه من عند مراته باش يدير التعدد في الزواج، وتزوج بالبنت. بداو كيطلعوا ليه الوراق باش يمشي معاهم لفرنسا. وفي هذا الوقت فاش غادي يطلع الوراق وهو مزوج بالبنت، البنت بقات مع الفقيه في دارو، لحقاش ولات مراتو على سنة الله ورسوله، وعايشه معاه كانها مراتو، وكتنعس معاه وكدير معاه اي حاجه كانها مراتو، راه ولات مراتو، ولات عايشه معاه الحياه الزوجيه. والوالدين ديال البنت طلعوا لفرنسا حتى توصل عليهم هي وراجلها. وفي هذا الوقت هادي اللي هي مع الفقيه كان مكمل في الخدمه ديالو، وديما الناس كيجيو لعندو، والبنت كتشوف الناس كيدخلوا عند الفقيه فاش كيهضروا مع البير وكيديروا داك الطقوس، كتشوف كل شيء، كتشوف الناس كيهضروا مع البير، كتشوف فاش كيبدا يدير داك البخور لمده ديال شهرين تقريبا، وهي عايشه معاهم مع الفقيه والزوجه ديالو الاولى اللي هي الضره ديالها. هاد البنت هادي غادي تلاحظ واحد الحاجه غريبه، لاحظاش ملي كيجيو الناس عند الفقيه وكيدير دوك الطقوس ديال الشعوذه وتحضير الجن، مرات الفقيه ما كتكونش، كتغبر. وفاش سولاتها قالت لها انها عندها حساسيه من البخور وما كتقدرش تشم الريحه ديالو.
وديما غير كيجي شي كليان ولا شي ناس كيجيو عند الفقيه كتقول لها انا غادي نخرج نمشي عند شي حد، نمشي عند فلان جارنا، نمشي عند كذا. واخا الناس كانوا بعاد في الدوار كما قلنا، كانت الدار معزوله، ولكن في ذوك المناطق الجبليه كتلقى كل دار بوحدها بعيده بواحد المسافه، ديما كتعطيها شي سبب ان غادا عند شي حد حتى يسالي الفقيه. ولكن واخا هكاك هاد البنت غادي تلاحظ حاجه اخرى اللي هي الصوت اللي كيخرج من البيت، هو الصوت ديال مرات الفقيه ديال ضرتها، لحقاش ولات عارفه الصوت ديالها. المده اللي هي عاشت معاهم مبقاش كيخفى عليها صوتها، ولكني ما عرفاتش كيفاش صوتها يخرج من البيت. عاقش بهم ولكني ما عرفتش الطريقه، وبقات ساكته ما قالت لهم والو. المهم حتى غادي يجي الاب ديالها، فاش جا قالت ليه الفقيه ومراتو راه غير نصابه وراه كيضحكوا على الناس، راه فاش كيكون كيهضر مع البير راه مراتو كتخبى في شي بلاصه غير هنايا وكيخرج الصوت ديالها من البيت، راه دايرين شي قال. وقالت ليه بابا الله يرحم الوالدين طلقني من هذا السيد، ما بقيتش باغاه وما بقيتش حامله. واخا الاب كان معول ياخدو فرنسا، البنت حذراتو وقالت ليه هذا الا خدينا لفرنسا غادي يتفضح تما ويدير لينا شي شوهه كبيره. واخا هكاك الاب بقى متشبث في الفقيه وقال لا، ياك قلتي مشارك هو ومراتو في هذا العمل هذا الاجرامي ديال النصيب، وراه مراتو ما غاديش تمشي معانا لفرنسا، ما غاديش يديها معها الفقيه. ولكن البنت قالت لي انا ما بقيتش باغيه يكون راجلي، طلقني منه. الاب ملي شاف البنت هكا فكر مع راسو وخدا واحد القرار. اشنو دار؟ مشى عند الفقيه وقال ليه انه فاش طلبوا ليه الوراق في فرنسا ما قبلوش ليه، وطلبوا منه يدوز 4 سنين في المغرب عاد يقدر يديه مراتو لفرنسا. وقال له 4 سنين بزاف عليهم، من الاحسن يوقفوا الزواج ويطلق البنت وكل واحد فيهم الله يعاونه. ولكن الفقيه عاق بانه ما كاين لا اوراق لا والو، وعاق بان البنت هي اللي عاقت بهم بانهم نصابه، وقال لهم صافي واخا مرحبا، نهار تبغيو تمشيو لفرنسا انا نطلق البنت. والاب هضر مع الفقيه ووعد واحد الوعد وقال ليه غادي ناخذك لفرنسا نخدمو تما بجوج ان شاء الله. قال لي صافي واخا مرحبا. اتفقوا. الاب قال لي غادي ناخذ معايا بنتي، الفقيه قال لهم مرحبا، غير بقاو حتى تعشاو وديك الساعه سيروا. قالوا لها نجلسوا نتعشاو ماشي مشكل. فاش كانوا كيتعشاو الفقيه غادي يصيفط لمراتو الثانيه، قال لها سيري عند والديك انا راه غادي نمشي معاهم حتى لهنا ونرجع. بالفعل مشات المراه تبات عند والديها، الفقيه تعشى مع نسابو اللي من فرنسا. الصباح غادي ترجع الزوجه ديالو، غادي تلقى الفقيه في الدار، قالت له واش مشاو؟ قال لها هي مشاو، ولكن غادي توقع واحد الحاجه غريبه. الغد اللي نيت فاش غادي ترجع المراه غادي تلقى ديك العائله مقلوبه بهم الطوموبيل من واحد الجبل وكلهم ميتين، البنت والام والاب والابن ميتين وسط الطوموبيل. الناس ديال الدوار اللي لقاو الطوموبيل الاولين غادي يخبروا رجال الدرك الملكي وغادي يحضروا المكان، داروا المعاينه ديال المكان وكان كيبان بان هاد الناس هذا ماتوا في حادثه ديال السير، يعني الطوموبيل خرجت بهم في الجبل هبطات في ديك الحافه ماتوا. خرجوهم هزوهم لمستودع الامواج باش يدار تشريح على الجثث ديالهم. هنا غادي تكون المفاجاه، فاش الطبيب غادي يدير تشريح ديال الجثث تبين ان دوك الناس مقتولين ومقتولين بالسم، شي حاجه مسمومه كلاوه. هنا بدا البحث. هاد الناس هادو عند من كانوا في المنطقه، ماشي بحال فاش كانوا دايرين حادثه السير، غادي يخبروا الاهل ديالهم ويعرفوا شكون هما وغادي يجيو الاهل ديالهم وياخذون. يعني ولات جريمه قتل. هاد الناس عند من كانوا وفين مشاو، 4 الاشخاص تقتلوا. رجال الدرك الملكي بقاو كيبحثوا في المحيط ديال فين وقعت الكسيده، تعلموا المقدمين ديال الدوار، تعلموا الناس ديال القبيله تما، حتى غادي
يجي واحد الراجل عند رجال الدرك الملكي وغادي يقول لهم بانه كان في مكان الحديث نهار جبدوا الجثث من الطوموبيل، وفاش طلعوا الطوموبيل من داك الجرج وقال لهم دوك الناس راه نساب الفقيه، والفقيه براسو كان واحد النهار شافوا معاهم وسولوه وقال له شكون هما هاد الناس، وقال ليه هادو نسابي وغادي نمشي معاهم لفرنسا. رجال الدرك الملكي استدعوا الفقيه فتحوا معاه تحقيق. فاش كانوا كيبحثوا معاه سولوه هاد الناس هادو شكون هما، لقيناهم طايحين في واحد الطوموبيل ها كيديرها النوع ديالها النوع ديالها اللون ديالها، وشنو هي علاقتك معاهم؟ قال لهم نسابي، وما كانش في راسو والو، ما كانش عارف بلي واقع عليهم حديث وميتين. واخا الناس ديال المنطقه كاملين خبارهم راه داروا كسيدو ماتوا، ودار براسو تصدم من هادشي اللي وقع لهم وبقى كيتاسف لداكشي اللي وقع لهم. سولوه واش جاو لعندو، ولكن انكر وقال انه ما كانوش عنده، وقال من نهار جاو من فرنسا شي مده هادي ديال 10 ايام ولا 15 يوم باش كانوا عنده، من تما ما عاود شافهم وما عنده حتى صله بالجريمه. الرجال الدرك الملكي غادي يجيبوا مراتو فتحوا معها تحقيق وسولوها على الناس، وقالت لهم انهم كانوا عندهم في الليله اللي غادي يصبحوا فيها مليوحين من الجبل ميتين. هنا رجال الدرك داروا الفقيه مواجهه مع مراتو، من بعد مشاو معها للدار يقلبوا الدار يفتشوا ياك ما يلقاو شي دليل. فاش وصلوا للدار بقاو كيقلبوا للدار، فاش قلبوا الدار ما غادي يلقاو حتى شي حاجه اللي كتربط الفقيه بالجريمه، ولكن في البحث ديالهم غادي يلقاو واحد النفق صغيور، واحد بحال قلتي شي غار، نفق صغيور على قد شخص واحد يقدر يتمشى فيه، وهذاك النفق كيجمع بين البير والدار، غادي من الدار للبير. سولوا الفقيه هاد الغار فين غادي الفقيه، ولكن الفقيه قال لهم غار وصافي كاين تمايا. ولكن المرأة قالت لهم ان داك الغار صاوب لها الفقيه كتبقى تهبط فيه ومخرج لها واحد التيو كتهضر منه من داك الغار وكيطلع الصوت في البير كانها جنيه. هنا الفقيه فاش حصل في العمليه ديال النصب والاحتيال غادي يحاصروا رجال الدرك الملكي، وغادي يقول لهم اودي راه الشي اللي عطا الله، وغادي يقولوا لي عاود لينا شنو وقع لك مع نساب، وغادي يعترف. والاعتراف ديالو كان هو قال ملي شافوا معاقو به قرر يقتلهم ودار لهم السم في المناضة، وقال انه صيفط مراتو عند والدها، قال لها سيري انتي عند والديك انا غادي نمشي معاهم حتى للدوار ورجع. وقال ملي مشات سممهم وبقى كيشوف فيهم وما كيتوجهوا قدامه، دار لهم السم في المناضة والعائله كامله كيشوف فيها كتوجع وكتموت قدامه حتى ماتوا، وهزهم وحطهم في الطوموبيل وساق بهم الطوموبيل حتى وصلها للجبل. فاش وصلها للجبل قال بانه هبط وهز الاب حطو في البلاصه ديال الشيفور ودفع بهم الطوموبيل من الحافه وطيحها كانها كسيده. رجال الدرك الملكي جاتهم غريبه، قالوا لي ياك الناس واخا عاقوا بك مشاو بحالهم، يعني ما شوهوك ما والو، خداو بنتهم وقالوا لك طلقوا ومشاو بحالهم، واش انت بقى فيك الحال على قبل الزواج من ديك البنت غادي تطلقها ولا حيت ما داوك لفرنسا؟ قال لهم لا، قال لهم ان نسيبو كان عاطي واحد المبلغ ديال الفلوس مهم، وقال ليه نديرو كوري ديال البقر هنا في المنطقه وغنديرو التجاره البيع والشراء، واخا غتمشي لفرنسا غادي تبقى مراتك هنايا غتبقى مقابله هادشي هذا. وملي عاقوا به انه نصاب طلبوا منه يرجع لهم ديك الفلوس، ولكن هو طمع وصفوا عليهم كاملين. ومن بعد هاد الاعترافات كان تحرر ليه محضر وتقدم للمحكمة هو والزوجة ديالو، وكان تحكم هو بالإعدام والزوجة ديالو كانت تحكمات ب5 سنوات ديال الحبس. وغير باش نعرفوا فاش كان هاد المشعوذ كيقول للناس انا خدام مع الجنون، كان ناسي بلي كاينه واحد الحاجه اللي هي السر ما كيتخباش والحقيقه غادي تبان. وها هي نيت الحقيقه دارت طريقها حتى وصلت لعندو وحتى تفرش السر ديالو. وداك الصوت اللي كان كيقول لهم في البير جن، ما هي جنيه ما هو جن، هي تمثيل النصب والخوف والجهل ديال الناس.
ولكن ملي تحل هاد السر هذا وتفرش والعائله فرشات وطلبات فلوسهم، ولا وقعت العائله كامله على قدها. من ذاك النهار الفقيع اللي كان كيجيو عنده الناس يطلبوا الحل، والله هو براسو كيتسنى الحل وكيتسنى الحكم ديال المحكمه حتى دير اعدام. بين ليله ونهار سالت الحكايه ديالو، لا جن نفعو لا سحور حماه، ابقى غير الندم والحساب مع الله. والعبره اي حاجه مبنيه على الكذوب النهايه ديالها راه غادي تبان. السر ما يتخباش، واي واحد كيلعب بعقول الناس راه غير مساله وقت وغادي يتفضح. والسحر والشعوذه راه ماشي حل، راه بدايه الكارثه الا بدا الانسان كيسحر ولا داخل هاد الشيء هذا. واللي نقول لكم الا كان عندك مشكل راه ما تمشي لا عند فقيه لا شوافه لا شي واحد يبيع لك شي وهم ولا يبقى يوهم فيك بانه غيدير لك الحل. وسير اللي يعطيك الحقيقه. الصلاه الدين هي اللي تقدر تفك لك هادشي هذا. اللي مريض الله يشافيه يمشي عند الطبيب، وخلي عقلك حاضر في هاد القضيه هادي. لحقاش الثقه في الناس الغلط راه ممكن تخلصها بحياتك. راه شحال من فقيه ومشعوذ وشحال من دجال كاين اللي كيعطي الناس يشربوا شي حوايج كاع ما عارفين شنو هما، كل شي طقوس عندهم. يقدر الانسان يولي يتسبب في حاجه صحته ولا شي كارثه. اللهم الانسان يحضر عقله في هاد المسائل هذا ويتوجه الله ويتوجه الاطباء وما يكون غير الخير. واش عمرك تخيلتي ان المجرم يقدر يكون هو نفس الشخص اللي خاصو يحميه؟ القضيه ديال اليوم ماشي غير جريمه قتل، هاد القضيه فيها تعذيب، فيها خيانه، وفيها وحوش بشريه اللي غادي تصدمك وتخلعك ملي غادي تعرفهم. في المدينه ديال الرباط تحديدا قرب محطه اكدال، السائق ديال الترام خارج في الصباح عادي، ولكن فجأة كيشوف واحد المنظر غريب قدامه مباشرة. شي حاجة بحال شي جثة ديال الإنسان مرمية فوق السكة ديال التران قدامه ومغطية بإزار بيض. ولكن هادي ماشي غير جثة، هادي بداية ديال واحد من أبشع الجرائم اللي غادي تسمعها. بنية صغيرة تكون في عمرها 14 عام، دوك الجروح والضرب اللي كاينين في الجسد ديالها كيحكيو واحد القصة اللي ما يتقبلهاش العقل. ولكن الصدمة الكبيرة ماشي كيفاش ماتت، الصدمة شكون اللي دار فيها هاد الحالة. خليك معايا حتى للاخر، حيت الحقيقة أخطر من داكشي اللي كتوقع. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم خيوط الجريمة، فين كنحكيو قصص واقعية أغرب من الخيال. إلى أول مرة تشوفني كنقول لك مرحبا بك في العائلة ديالنا. القصة ديال اليوم غادي تاخدنا المدينة ديال الرباط. واحد النهار مع الصباح السائق ديال القطار غادي يخرج من المحطة ديال أكدال اتجاه الدار البيضاء، حتى غادي يتفاجأ بواحد الجثة قدامه وكانت محطوطة فوق السكة أمام القطار مباشرة ومغطية بإزار أبيض. ولكن السائق تبين ليه أن ديك الجثة ديال الإنسان، والقطار كان مازال غادي عاد خارج من المحطة، ما كانش غادي بشي سرعة كبيرة. قدر السائق يوقف القطار قبل ما يدهس ديك الجثة. فاش وقفوا هبطوا غادي يعلموا البوليس وغادي تحضر الشرطة القضائية لعين المكان. ملي وصلوا داروا المعاينة ديال الأمكنة تبين أن ديك الجثة ديال بنت تقريبا في عمر 15 سنة 14 سنة، ولابسة حويجة وملفوفة في إزار أبيض وعندها واحد الصندالة في رجلها. الشرطة غادي يديروا المعاينة ديالهم كما قلنا، غيصوروا مسرح الجريمة وخداو الجثة المستودع على الأموات قصد التشريح ديالها. بداو البحث من عين المكان، سولوا العساس ديال السكة، سولوا الناس اللي حضروا وقت المعاينة ديال المكان، ولكن حتى واحد ما شاف شي حاجة ولا شاف شكون حط ديك البنية تما. ماشي بعيد يكونوا هاد الجونات ولا هاد الجاني حطها بالليل ولا الصباح بكري. وفي مستودع الأموات الطبيب غادي يدير تشريح للجثة باش يشخص سبب الوفاة، وفي التشخيص ديالو في التشريح الطبي ديالو ملي غادي يعري الجثة غادي يبان ليه انها ما لابساش الملابس الداخليه ديالها، وديك الصنداله اللي كانت لابساها كبيره عليها يعني ماشي ديالها، والحوايج اللي لابساهم نقيين ما فيهم لا اثار دم لا والو. وملي حيدوا لها دوك الحوايج غادي يلقاو
مضروبة بشي حديدة أو بشي عصا وفيها الكويات في اللحم ديالها. هاد البنية هادي كلها مكوية بالعافية والعينين ديالها منفوخين بالضرب وحتى الفم ديالها والستان ديالها عامرين بالدم. الطبيب قال أن هاد البنت كانت كتعرض للتعذيب وماشي غير نهار واحد تعذبات فيه. هاد البنية هادي عذبوها ولا هذا اللي قتلها كان كيعذب فيها لأيام، وكاين فيها جروح اللي بداو كيبراو وكاين فيها جروح جداد، وكاين الحروق اللي بداو كيبراو وكاين الحروق اللي عاد تحرقات. يعني الجسد ديالها كان بين فيه اثار تعذيب بزاف، وديك الحروق باينه ديال شي قطيب كانوا كيسخنوه كيحميوه في العافيه ويحطوا لها على الحمام مسكينه، وهو حتى في الاماكن الحساسه ديالها اللي ما نقدروش نقولوه. يعني هذا اللي دار هادشي في هاد البنيه هادي ما عنده لا قلب لا ضمير. حتى الوالدين ديالها مستحيل يديروا فيه هادشي هذا. الانسان يقدر يضرب ولده الا كان باسل يسلخو، ولكن باش يعذبوك تيوصلوا لهاد الحاله وما تعطيش خاطره وما تعطيش الكبده ديالو. الطبيب والبوليس اللي كانوا في مستودع الاموات غادي يبكيو. وقتاش غادي يبكيو؟ هي فكاش كانوا كيصوروا الجثه ديالها باش دار ديك التصويره ديالها في المحضر ويبقاو عندهم دوك الصور. ملي شافوا داك التعذيب اللي تعرض ليه البنيه مبقاش فيهم وبكاو عليها. المهم خداو لها الصور صوروها وغادي يعرضوا دوك التصاور ياك ما يتعرف على شي حد، هما خلوه على ما نعرضوا دوك الصور. داروا بهم الحمامات، سولوا دوك الطيابات اللي يكونوا في الحمام ياك ما شفتوا هاد البنيه مع شي عائله، ياك ما كتعرفوا الام ديالها. داروا في المارشيات سولوا الخضاره، ما خلوا فين سولوا عليها، ولكن حتى واحد كيقول ما شفناها. بداو كيجمعوا حتى دوك الشمكاره، ياك ما تكون هاد البنيه من دوك الشمكاره اللي كيباتوا في الزناقي اللي كيشدوهم كيجيبوهم الكوميساريه وكيعرضوا عليهم الصوره ديالها، ولكن ما وصلوا حتى لنتيجه. الوقت كيدوز، الشرطه مستمره في البحث ديالها والجثه في مستودع الاموات، وفي البحث ديالهم غادي ينتقلوا لحي أكدال فين تلقات الجثه. وحي أكدال حي راقي في مدينه الرباط. قالوا البوليس يقدر تكون هاد البنت خدامه في شي دار تمايا، وبديك الدار تكون شي وحده من السكان داك الحي دارت فيها هاد الحاله هادي. وهاد الشي كاين شحال من دار الله يهدي ما خلق كتلقاهم جايبين شي بنت من العربيه مخدمينها عندهم وكيضربوها ويعنفوها لحقاش ما عندهاش اللي يدافع عليها. وشحال من خدامه كتلقاها مسكينه عايشه العبوديه وما كاين لا اللي يسول فيها لا اللي يدافع عليها، ولا من تشكي مسكينه. ولكن عند الله تلتقي الخصوم. رجعوا القصه ديالنا، انتقلوا البوليس لذاك الحي وسولوا الناس دار بدار، سولوا صحاب المحلات التجاريه، ولكن ما عرف حتى واحد. البوليس حاروا في هذه القضيه، وبقى السؤال شكون اللي كان شاد هاد البنت وبقى يعذب فيها مده طويله حتى ماتت بالتعذيب. واحد القضيه في التشخيص ديال الطبيب كان قال ان البنت مازال عذراء، ما تعرضت للاغتصاب ولا تعرضت غير للتعذيب، ما كاين لا اغتصاب لا والو. الشرطه القضائيه غادي توسع البحث وغادي دير ميساج لجميع الدوائر ديال الشرطه في مدينه الرباط. ياك ما كاين اللي دار بحث من اجل فائده عائله، ياك ما كاين اللي كيعرفها. وكانوا بعض العائلات عندهم محاضر من اجل بحث في فائده العائله، عندهم بنات مختلفين استدعوهم يشوفوا الجثه، ولكن كاع دوك العائلات اللي مجليين لهم بناتهم فاش شافوا الجثه قالوا هذه ماشي بنتنا. هنا الشرطه القضائيه غادي تدوز واحد الطريقه اخرى في البحث ديالهم، غادي يعلموا القيادات والشيوخ والمقدمين ديال الحكومات باش يعاونوهم في البحث. ولكن حتى هاد العمليه ما عطات حتى نتيجه، وبقات الهويه ديال هاد البنت هادي مجهوله. والوقت كيدوز والشرطه مستمره في البحث، وفي هاد البحث غادي يتقدم واحد الشرطي من واحد الدائره اخرى وغادي يكشف على معطيات جديده. هاد الشرطي هذا كان خدام في الفرقه ديال الاخلاق، وهاد الفرقه هادي التخصص ديالها هو الجرائم ديال الاخلال بالحياء العام وبائعة الهواء والفساد وغير ذلك. غادي تكونوا فهمتوني. هاد الشرطي ملي شاف الصوره ديال البنت
ومشى شافها، قال لهم هاد البنت هادي كانت عندي في المكتب ديالي تقريبا هادي شهر، وكانت معها واحد السيده كتقول انها خالتها، وكانوا جاو عندي يحطوا الشكايه بالام ديال البنت. وكانت السيده كتقول ان الام ديال البنت من بائعات الهوى، يعني كتفسد، وديما كتجي سكرانه وكتضرب بنتها وكتدخل عليها رجال للدار وديما معنفاها. وقالت انها كتقدم بشكايه ضد اختها اللي هي الام ديال البنت، وبغات الحضانه ديال ديك البنت اللي هي تربيها، ما عندهاش وليدات، وبغات ديك البنت تربيها وتخرجها من داك العذاب اللي عايشه فيه. الشرطي قال لها انه هذا ماشي التخصص ديالو، هذا التخصص ديال السيد وكيل العام، هو اللي خاصو يشوف في هذه القضيه. ولكن خدا عندها المعلومات وخدا لاكارت ناسيونال ديالها وقيد المعلومات ديالها وصيفطهم عند الوكيل العام. هنا الشرطه غادي تاخذ من عنده المعلومات وغادي تنتقل العنوان ديال خالة الضحيه. وصلوا دقوا الباب، خرجت عندهم السلام واش نتي فلانتا؟ قالت لهم طلبوا لها لاكارت ناسيونال ديالها، تاكدوا انها هي بالفعل، وسولوها النهار فلاني مشيتي للدائره ديال البوليس وكانت معك واحد البنيه صغيره وقالت لهم بغيتي تربيها؟ قالت لهم انها بنت اختها واختها كتكرفس عليها. وقالت لهم انا راني من الدائره مشيت عند السيد وكيل الملك وحطيت الطلب والعقد الزياد ديال البنيه، ولكن مازال ما عيطوش ليا. سولوها على البنت فين هي؟ قالت لهم راه مع الام ديالها. قالوا لها يلاه تمشي معنا. خداو المستودع الاموات، شافت البنت تعرفت عليها، قالت لهم هي هذه البنت، وبقات كتبكي وكتغوت ودخلت في واحد الحاله هستيريه ديال البكا. وقالت لهم ما كاينش اللي غادي يدير في هذه البنت هادشي من غير الام ديالها وراجلها. وقالوا لها ورينا الدار ديال الاخت ديالك. قالت لهم مرحبا نديكم للدار. مشاو مع الدار فين ساكنه الام، وهاد الام كانت ساكنه مع الاب ديالها. ملي وصلوا البوليس دقوا، خرج لهم الاب، سولوه على البنت بنته، قال لهم انه جرى عليها هي وراجلها، واكد انها كتكرفس على ديك البنت وكتضربها ديما. وسولوه فين مشات وفين سكنات، وقال انها كل مره كتسكن في بلاصه، كل مره كاريه في حومه، كل مره شاده شي بيت وكاريه في شي قنت، ما كتجلس في حتى بلاصه. هنا البوليس فاش عرفوها وخداو التصويره ديالها من عند الاب ديالها وعرفوا الهويه ديالها، غادي يبدا البحث عليها. اول وحدين غادي يبداو يبحثوا معاهم هما السماسريه ديال الكرا. بقاو البوليس كيسولوا على السماسريه في الحومات وكيعرضوا عليهم التصويره ديال هاد الام هادي، حتى غادي يتعرف عليها واحد من السمساره، وقال انه كيعرفها وكان جات لعندو على قبل الكرا، ولكني ما بغاش يكري لها، ولكني راه كرات غير في ديك الحومه حداه ونعت لهم الدار. مشاو البوليس لعندها، دقوا الباب، خرجت مرات الدار، سولوها فين فلانتا؟ قالت لهم خارجه وما كترجعش حتى العشيه. هنا رجال الشرطه غادي يبداو واحد العمليه، هي انهم خاصهم يسمروا لها يشدوها. بقاو مخبين حدا الدار كيتسناوها، وهاد العمليه غادي تستمر من الوحده حتى العشرة ديال الليل، وغادي تبان لهم جايه. فاش كانت جايه غادي تشوفها الاخت ديالها وغتقول لهم هي هادي السيده جايه والدنيا هانيه بحال ما واقع والو، ما على بالهاش. غادي يشدوها البوليس السلام. قالوا لها غادي تمشي معنا لابيجي. سولاتهم علاش، قالوا لها توصلي تما وتعرفي علاش. سولوها مع من عايشه، قالت لهم مع راجلي وولدي. سولوها فين راجلك وولدك، غادي تقول لهم عند شي صاحبتها وهي جايه للدار غير تاخذ شي حوايج وترجع عنده. قالوا لها يلا ورينا فين كاينين. مشاو مع ديك الدار ديال صاحبتها، جابوهم الاب والولد وجابوهم لابيجي. الولد غادي تكون في عمره 16 عام، دخلوهم لابيجي، شحوا معاهم البحث. اول حاجه بغاو يعرفوها الشرطه هي حياتهم الاجتماعيه. سولوها هذا الراجل امتى تزوجتي بيه؟ قالت لهم هادي 8 شهور باش تزوجتو.
وسولوه على الاب ديال الولد والبنت، قالت انها طلقت منه. وسولوه على بنتها، قالوا لها فين هي بنت؟ قالت لهم ان بنتها كانت عايشه مع اختها وجابتها من عندها، ولكني هربت لها. وقالت انها قلبت عليها وما لقاتهاش، وقالت انها مشات حتى لسلا عند شي مرا كانت عاطيها هذيك البنت تخدم عندها، ومشاو هي وراجلها والابن ديالها سولو عليها عند ديك المرا، ولكن ما لقاوهاش. سولو راجلها حتى هو قال نفس الاقوال. يعني البوليس قالوا لهم ملي ما لقيتوهاش يلا نوريوها لكم. خداو من مستودع الاموات، قالوا لهم شكون هذه؟ قالوا لها بنتنا، واكدوا بلي بنتهم. ولكني البوليس غادي يلاحظوا واحد الحاجه، هاد الناس هادو وكيهضروا بكل البروده، لا هي لا ولدها لا داك راجلها ما داروا حتى ردة فعل، ما بكاو ما غوتوا ما سولوا شكون قتلها. حدهم قالوا لهم هذه بنتنا وسكتوا، يعني كانوا باردين من جهه البنت. البوليس لاحظوا هذا الشيء هذا، البوليس غادي يرجعوهم كاملين لابيجي ومعاهم حتى الاخت ديالها، وغادي يبداو مع الاخت وقالوا لها شنو قالت اختك؟ شنو قالت بان بنتها كانت عايشه معاك. الاخت قالت لهم البنت كانت معايا، ولكن واحد النهار خرجت تجيب الخبز من الفران ما رجعتش للدار. ملي سولت الناس قالوا لي راه خداتها الام ديالها وتبعتها لدارها وجبت الخبز وقلت لها خذي بنتك عطيني غير الخبز ديالي. واجهوها مع الاخت ديالها وهي كتقول للام هادشي بصح، ولكن من مورا داك النهار هربت لي البنت من الدار وما عرفتش فين مشات، ونكرات اي صله لها بالجريمه. رجال الشرطه غادي يديروا لهم التنقيط، يشوفوا السوابق اللي عندهم، وغادي يلقاو الام عندها مذكره بحث من اجل الخيانه الزوجيه. كانت حصلات مع شي واحد في دار كيفسدوا، وهي هربات وبقات وشارشي، والبوليس كانوا شدوا هذاك اللي معاها وكان مشى للحبس. هنا البوليس قالوا لها انت عندك روشيرشي على الخيانه الزوجيه؟ قالت ما نكراش. سولوا راجلها قالوا لي كيفاش مراتك كانت مع واحد في الدار وهربات وهي اوشيرشي، واش نتوما بخبارك شي شي؟ قال لهم هو انه ما خباروش الشيء هذا وما عارف والو. البوليس غادي يوريوه المحضر ديال هذاك السيد اللي كان مشدود مع مراته، وبانه راه تشد بان هي راه اوشيرشي. يعني السيد بحال غيتبدل شويه في الاقوال ديالو، وبان عليه انه تصدم من جهه مراته من هادشي اللي سمع. البوليس غادي يعزلوه بوحدو وقالوا ليه بنت مراتك راه مقتوله، وهاد مراتك هادي بلا ما تحاول تغطي عليها تولي داخل معاه في المشاركه في الجريمه. هنا الراجل غادي يبدل الراي ديالو ويقول لهم بني هاد الام هادي كانت كتعنف بنتي وكتضربها، ولكن الا كانت هي اللي قاتلها هو راه ما شافهاش. هنا غادي يدخلوا البوليس عند الام وقال لها شنو قال راجلك، ولكن هي قالت انه كتضربها لحقاش ديك البنت كانت كتخرج مع الدراري وهذا السبب اللي مخليها تضربها. وقالت ان في الاول كانت كتهرب لها عند الجيران، ولكن في الاخير ما بقاتش كتعرفها فين كتمشي، كتهرب لها ما كتبقاش غير تما عند الجيران، ولات كتهرب كتبعد. البوليس قالوا لها شكون هاد الجيران؟ قالت لهم فلانته وفلانته، وجبدات واحد جوج جاراتها. مشاو البوليس جابوا هاد الجارات اللي قالت هي كتهرب عندهم، ولكن في البحث مع الجيران غادي يقولوا هاد الجارات ان ديك البنت الا ماتت الام هي السبب، وقالوا انه ما يزيد على شهر وهما كيسمعوا ديك البنت كتغوت بالليل والنهار قوة التعذيب، واللي كتهرب ليها وكتجي لعندهم هاد البنت كتكون كلها مجروحه ومحروقه وفيها اثار التعذيب. وقالوا فين ما كتجي لعندهم كتبع الام وكتدق عليهم وكتاخذ منهم بنتها وكتعاود تديها تدخلها وكتزيد تكرفص عليها. هذا التصريح ديال الجيران. البوليس غادي يدوزوا للاخ ديال الضحيه ولد هاد الام هذا، قالوا ليه شوف ولدي حنا عرفناك ما قتلتيهاش، ولكن هذيك اختك خاصك تعاون معنا. وسولوه واش اختك كانت معكم في الدار؟ جاوبهم قال كانت معنا في الدار. وسولوه واش ماما كتضربها؟
قال كل نهار كتضربها وكتربطها بالقلب باش ما تهربش. وقالوا ليه كيفاش وقع؟ الولد غادي يقول لهم النهار فاش ماتت ديناها وحطيناها حدا السكه انا وماما وراجل ماما. هنا غادي يجيبوا الراجل ويواجهوه مع الولد. قالوا ليه اجي الشريف علاش كتكذب علينا؟ باش غيديروا ليه المواجهه وغيعترف ويقول انا ما قتلتهاش، الام ديالها اللي قتلاتها، وانا قالت لي عاوني نحيدوها من هنا وهزيتها معاها وديناها لحنا في السكه ديال التران. هنا غادي يواجهوا مع مراته. قالوا لها الشريفه بقى ما يتخبى، راجلك اعترف وولدك اعترف انتي اللي قتلتي بنتك. هنا غادي تقول لهم لا، حتى راجلي كان كيضرب هو اللي كان كيعنفها بزاف حتى ماتت. وهنا واخا اعترفوا كل واحد بغى يلصقها في الثاني، واخا هي لاصقاهم بجوج باش غادي يعمقوا معاهم البوليس البحث وعلى الحياة الاجتماعية ديالهم. غادي يقولوا لهم ان هاد المجرمة وان داك الراجل ديالها كان مزوج بها وهو عارفة كتفسد، ومزوج بها غير قدام الناس، دايرة غير كالة. ملي كتشد شي قصارى على الفساد او لا كتحصل بخيانة الزوجية كيمشي يدير لها تنازل باش يخرجها من الحبس. وقالت ان ديك بنتها كانوا كيستغلوها هي وياه، كانوا كيعطيوها الناس يتبناوها يربيوها ولا يخدموها عندهم، وكيخليو العائلات حتى كيولفوا ديك البنت وتولي واحدة منهم، وكيوليو يستفزوا في ديك العائلة اللي عندهم البنت ويبداو يطلبوا لهم الفلوس ويبقاو يشدوا من عندهم الفلوس بالاستفزاز حتى ما كيبقاوش يبغيو يعطيوهم فلوس، وكيحيدوا لهم البنت ويرجعوا عندهم للدار ويشوفوا لها عائلة أخرى. البنت عيات بهذا الشيء هذا حتى كتولف مسكينة شي عائلة وكتستقر، وكيمشيو يجيبوها طيبوها بداك البيع والشراء. هنا فين غادي تشكى على خالتها وغتقول لها انا عييت من هادشي اللي كيديروا معايا. هي فاش مشاو يديروا شكايه، ملي مشاو يديروا شكايه ومشاو حطوها عند الوكيل، هاد المجرمه هادي غتسيق لهم الخبر بانهم داروا بها شكايه. غادي تبقى سامره للبنيه حتى كان جايبه الخبز للفران وغادي تخطفها من الشارع وداتها للدار وكتفاتها من يديها وبقات كتعذب فيها مده ديال 5 ايام. كتبقى هي وراجلها في الدار كيبقاو يسكروا حتى كيسكروا وكيشدوها يبقاو يضربوا فيها وكيسخنوا واحد المعلقه وكيبقاو يكويو فيها بالعافيه في البلايص ديالها الحساسه. هادشي حسب الاعترافات ديالها ديال الام ديالها، هي اللي كانت جالسه شي في المحضر، وحاشا هادي واش تكون ام. وقالت بقاو كيعنفوا فيها حتى تهرس لها مشوار ديال البنيه في الفم، ملي تهرس لها الفك ديالها السفلي مبقات كتقدر لا تاكل لا تشرب، حتى ولاو كيدوزوا لها الماكله غير بلاباي غير بالتيب، وحتى واحد ما قدر يعشقها، لا خوها لا داك الراجل لا الام ديالها، حتى واحد ما لقاش فيه الحنان اللي يعطف عليها. والنهار غادي تموت هاد البنت هادي كانوا ناعسين، وديك البنت حيدات ديك القنب اللي كانت في يدها باش كتفينا، وبقات كتحبو مسكينه باغا تخرج. حتى فاقت بها، ملي فاقت بها الام ديالها ناضت لها جرتها من شعرها وردتها للبيت وبقات كتضرب فيها حتى غيبات. غادي تخليها مسكينه مغيبه تما وغادي ترجع تكمل نعاسها. ولكن ملي فاقت الصباح لقاتها ماتت. ملي لقاتها ماتت غادي تعيط على راجل، قالت لي راه البنت ماتت. هنا غادي يحيدوا لها دوك الحوايج اللي فيهم اثار ديال الدم، غادي يلبسوها حوايج كبر منها وما لبسوهاش الملابس الداخليه ديالها، ما لبسوهاش التوبان ديالها وما لبسوهاش السوتيام ديالها. وهنا الراجل هو اللي غادي يقترح على الام انهم يديوها للسكه ديال التران. قال لها غادي نديوها للسكه ديال التران وغادي نحطوها قدام التران وغادي يبان غير حديث، ما غاديش تبان جريمه قتل. عاونها حتى هزتها حطها لها على دارها وخرجوا بها، هي هزها وولدها وراجلها غادي في جنبها، بقاو غاديين معاها حتى حطوها في السكه ديال التران ولواوها في داك ليزار باش كانت هازها على دارها، وخلاوها تما في السكه
كما قلنا باش تبان حادث ما تبانش جريمة القتل، ورجعوا بحالاتهم. وحسب هاد المعطيات وهاد الاعترافات ديالو غادي يتحرر لهم محضر وغادي يتقدموا للمحكمة، والحكم ديالهم كان هو المؤبد للأم والمؤبد لهذاك شبيه الرجال حاشا باش يكون راجل، والابن كان قصير فليس من العقاب. واخا هاد الابن هذا حتى هو كان يستاهل العقاب، كان كيشوف البنت اختو مش من بنت اختو قدامه كتعذب وكتكرفص وكتدوز من جميع انواع التعذيب وما تحرك فيه حتى ساكن. ما عرفتش من قلب كان عنده باش كان كيحس، ماشي نقولوا صغير في عمره 16 عام كان يقدر يعتقل، ولكن مع الاسف بقى كيشوف فيها قدامه كتعذب ومكتشفه وكتحرق وكتضرب حتى مات. هادشي علاش قلت لكم كان يستاهل هو العقاب، ولكن ما غاديش نعرفوا حنا بحال القاضي اللي حكم عليه رب العالم الله كيفاش تاخذ البراءه ديالو. هاد البنيه مسكينه اما ماتتش غير بالضر، ماتت بالخوف، ماتت بالوحده، ماتت حتى ما كاين حتى شي واحد كيسمع لها، كلهم كانوا ضدها. وهذا الشيء اللي وقع لها مسكين الله يرحمه ما يقدر ماشي غير يلم من الواقع. ما كاينش شي في شحال من عائله يقدر تلقى شي دري دابا في شي قنت كيعيش نفس الجحيم وكيتمنى غير شي واحد ينقذو، ولكن كاين غير السكات حتى شي واحد ما كينفع. الاباء والامهات راه الدري راه ماشي الملك ديالك ولا البنيه الملك ديالك، راه الروح ديالو عطاها ليه الله، ماشي شي اللي عطيتيها ليه، هو راه امانه بين يديك باش تحافظ عليها. الضرب راه ماشي قوه، والتعذيب ما عمرو كانت تربيه، وراه اي دمعه عطات من داك الوليد ولا ديك البنيه غادي تحاسب عليها، وراه اي الم حس بيه راه شي نهار غادي يرجع لك. كون هاني، واي واحد كيشوف الظلم وكيسكت عليه راه ماشي هو محايد ولا ماشي شغلي، راك وليتي طارف في الجريمه لا سكتتي على الظلم. يمكن كلمه منك ولا تدخل بسيط كان يقدر ينقذ حياه ديال واحد اخر. وهاد القصه هادي راه ماشي غير قصه ديال الجريمه، هاد القصه هادي درس كيقول لنا الانسان الا مات فيه الضمير كيولي اخطر من الوحش. والله يرحم هاد البنيه مسكينه ويجعل قصتها سبب باش يفيق الضمير ديال شحال من واحد. ولو وصلتي لهنا ما تخليش الفيديو يدوز بلا اثار، دير شي لايك، بارطاجي توصل الرساله، وخلي لنا الراي ديالك. وفي الاخير نتمنى نكون توفقت في سرد هاد القصه وخليت لكم راحه الله، والسلام عليكم. نشوفكم في قصه جديده ان شاء الله.